اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الحواوشي المصري أو الحواوشي البلدي بتاعنا بالعيش البلدي، يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا. معلش أنا عندي برد بقى، بس يعني بحاول على قد ما أقدر برضه أتكلم معاكم. طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. أنا بعمله في الطاسة، ما بحبش أو في الصينية، ما بحبش اللي هو في الفرن أو بيبقى ناشف قوي. وانتي تعمليه طبعا بالطريقة اللي انتي عايزاها، هي نفس المقادير. اللي حابب يعمله في الطاسة بيعمله، اللي حابب يعمله في الفرن يعمله. هنقول بسم الله. أنا عندي هنا بصلتين متوسطين، وعندي معلقتين ملح وفلفل أسمر، كزبرة ناشفة، ومعلقة سبع بهارات، وعندي نص معلقة سكر. يعني معلقتين ملح، ومن كل حاجة معلقة صغيرة من التوابل. نص كيلو لحمة. وعندي هنا طماطمتين مقطعهم طماطم جامدة أو شيلي القلب بتاعها، قطعي حتت صغيرة كده عشان تستوي معاكي. فلفل حامي، ودول حبة بقدونس على كزبرة ورق بس من غير عيدان، وده فلفل رومي. أول حاجة أنا هفرم البصل بتاعي. ممكن تخرطيه بالسكينة على فكرة، كده او كده بيبقى حلو، بس هتفرميه في الكبه. ما تنعموش بصل الحواوشي لازم تحسي بيه شويه كده، يعني يخليه كبير شويه، ما تنعموش قوي. هقطع بس البصلايه 4 كده زي ما انتم شايفين. اي بصل هتستعمليه مش تنزلي بيه في ماده دهنيه في ساعتها، يبقى لازم تحطي عليه حبه ملح وحبه فلفل، ان شاء الله صغيرين خالص، عشان طعم البصل وريحته ما يغيروش معاكي. يعني هتفرمي بصل وهتركنيه شويه، وتفرمي بصل وهتستعمليه برده ني كده، لازم تحطي عليه حبة فلفل وحبة ملح صغيرين جدا، مش مشكلة. طبعا انا بتخانق مع الكبة وده العادي بتاعي. هفرم البصل زي ما قلت لكم، مش عايزاه فرم ناعم. على فكرة الحواوشي ده من الاكلات السهلة والسريعة في الصيف بالذات، ما بتوقفكيش كتير في المطبخ، يعني نص ساعة بتكوني خلصتيه على طول. انا فرمت البصل بقى اوريكم شكله. مش منعماه قوي طبعا. انا كده يبقى حطيت التوابل بتاعتي كلها، مش هحتاج احط توابل تاني. انا حطيت ايه؟ ملح وفلفل اسمر، 7 بهارات، كزبره ناشفه، نص معلقه السكر. مش هحط توابل كتير. واللحمه عندي كانت حمرا، من نسبه الدهون برضو فيها قليله، مش كتيره. طبعا عايزه تزودي في البصل، الحواوشي بيحب البصل، عايزه تزودي في البصل اكتر من كده زودي، مش مشكله. كل ما بتكتري البصل بيديله طعم، بس انا ما زودتش البصل بصراحه المره دي. هنزل بقى بالبصل كده. انا نزلته بايدي لان هستعمل ايدي، فما نزلتوش بمعلقه ولا حاجه. هنزل البصل كله كده زي ما انت شايفه. عايزه اقول لكم ريحه البصل لوحده من غير اللحمه تحفه، بعد ما انت حطيتي عليه التوابل بتاعتك. هبتدي بقى ادخل البصل في اللحمه كده زي ما انتم شايفين، تقليب مش اقل من 5 دقايق. زي ما قلت لكم الاكله دي من الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش وقفه في المطبخ. ممكن على فكره الخطوه دي تعمليها في الكبه، لو مش قادره تعمليها بايدك ممكن تعمليها بالكبه. هنزل بعد كده عليهم بقى بالطماطم والخضره. طب انا ما نزلتش بالطماطم والخضره من الاول ليه؟ عشان مش عايزه الطماطم بتاعتي تتصفى او تنزل ميتها، عشان اللحمه ما تبقاش فيها ميه والعيش يتهري منك. هقلب بقى كده تقلب يعني حوالي دقيقه او دقيقه ونص، مش اكتر من كده. اتاكد بس ان اللحمه والخضار دول اتدخلوا مع بعض كويس. وهسيبهم بعد كده مع بعض يعني نص ساعه مثلا، يبقى التوابل واللحمه تشربوا من بعض كويس. نص ساعه مش اكتر من كده، وهتروحي تشتغلي على طول. يعني ممكن تحشي على طول على فكره برضو، مش مشكله. بس انا بسيبها كده نص ساعه. ممكن تسيبيها في التلاجة، وممكن على رف التلاجة، يعني ممكن تسيبيها بره مش هيحصل حاجة برضو. هكون بقى في الأثناء دي فتحت العيش. أنا بجيب عيش، بقول بتاع الفرن أنا عايزة عيش نص سوا، وبعرفه إن هو الحواوشي عشان ما تديكيش العيش مقفول على بعضه كده وملزوق في بعضه. بفتحه من الجنب كده بقى بمقص، بسكينة بإيدك بتفتحيه بالطريقة اللي انت عايزاها. كل واحد بيفتحه بالطريقة اللي هو عايزها طبعا. هبتدي بقى اخد جزء من اللحمة كده بسم الله. وبرضو اللحمة دي في ناس بتحب اللحمة كتير في الحواوشي، وفي ناس بتحب اللحمة مش كتيرة في الحواوشي، فانت بتحشيه حسب ما كل واحد بيحبه. هيستوي زي بيبقى زي الفل. في ناس كتير قوي بيقول لك الحواوشي ما بيستويش في الطاسة على النار من فوق، لا بيستوي، بيبقى زي الفل، وبيبقى احلى من بتاع الفرن كمان. او انا بصراحة بحب اللي في الطاسة فوق على البوتاجاز، يعني بحبه اكتر من اللي في الفرن. وما بتوسخيش حاجات كتير في الفرن، هتبتدي تحطي
بتضطري تحطي في صينيه او صينيتين كبار، لانك مش عامله رغيف واحد ولا رغيفين، بتحطي في صينيتين مثلا هتوسخيهم. انما دي بتقلي في طاسه واحده او في صينيه واحده وخلاص. بحشي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين بقى كده. زي ما قلت لكم، اللي بيحب اللحمه كتيره بتحطي له، اللي بيحب اللحمه قليله. بس ما اعتقدش ان في حد بيحب اللحمه قليله في الحواوشي بصراحه. حابه تكتري الفلفل الحامي بقى كتريه، حابه تستغني عنه خالص. يعني انا امبارح وانا بعمله، يعني بعد ما عملته واحنا بناكل، جالي تعليق على الفلفل طبعا من بنتي الصغيره، قالت لي يا ماما مقطعه الفلفل المره دي صغير كمان. قلت لها معلش. فانا نسيت، انا كنت لما بعمل يعني الحواوشي وبحط فلفل فيه حامي، بروح عامله اللي ما بيحبوش الفلفل الاول، وبعد كده اروح حاطه الفلفل الحامي. بس المره دي بصراحه نزلت بالحاجه كلها مره واحده. حاولي ما توسخيش حواليكي بقى، يعني العيش مش على الرخامه والرده وكده، على طبق زي ما انت شايفه. انا حشيت العيش كله. بتسيبي اول حته كده في الحرف فاضيه، عشان وانت بتقلبي الحواوشي اللحمه ما تقعش منه. على النار بقى هحط صينيه او طاسه، اي حاجه عندك، بتحطي فيها اي ماده دهنيه. زيت، بس يكون زيت طعمه حلو، سمنه، ليا. احلاهم طبعا الليا. انا حطيت ليا على سمنه. الليا بتدي له طعم حلو قوي. فاي ماده دهنيه ممكن تعملي بيها. ما بيشربش على فكرة كمان مادة دهنية كتير. بحطه كده على نار عالية، وبعد كده بهدي عليه النار حوالي 3 دقايق او 4 دقايق، وبقلب على الناحية التانية. بحاول اضغط عليه كده، بسم الله. اضغطي عليه كده عشان اللحمة تستوي، وعشان الوش كله ياخد سوا واحد وياخد تحميرة واحدة. بطلعه، اما تيجي تطلعيه بقى صفيه، هينزل كل الدهون اللي فيه. انا كمان بطلعه على طبق تاني، عشان لو فيه حاجة زيادة تتصفى. او بطلعه بين رغيفين، يعني انا بطلعه وبحطه بين رغيفين كده وبضغط عليه، فبينزل كل الدهون اللي فيه. شيلته بقى زي ما انتم شايفين، وحطيت رغيف تاني. ده شكل الرغيف. عايزاه يفضل معاكي مقرمش كده، سيبيه زي ما هو. عايزاه يبقى طري، حطيه في اي حاجه مقفوله، في طبق وغطيه بشنطه بلاستيك، في حله وغطيه بغطاها 5 دقايق بتلاقيه طري خالص. وكنت حاطه بقى حبه جرجير ومقطعه طماطم كده 4 ارباع، ورش عليها ملح وفلفل وكمون، وعصر عليها نص ليمونه وزيتون وبصل مخلل. زي ما انتم شايفين كده، اللحمه مستويه والخضار بتاعي كمان مستوي، بس مش المستوي المهري، المستوي الحلو كده اللي انت تحسي بطعمه برضه. هفتح معاكم كده واحد، بسم الله. عشان اوريكم بس اللحمه جواه. ده كنت حاطاه على فكره، كنت حاطه برضو كام رغيف كده في علبه يعني، وقافلاها عشان يبقى طري. زي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتي مستويه، مش نيه، لونها مش احمر زي ما هي ولا حاجه اهو. طبعا اكله سهله وسريعه وبسيطه وما خدتش وقت معايا. بتمنى تجربوها ان شاء الله. وجنبها اي حاجه مخلله، وممكن تعملي حبه سلطه برضو. اتمنى ان شاء الله ان طريقتي في الحواوشي تكون عجبتكم، وتجربوها وبألف هنا.